يعلمه الجميع ان النظام في مصر في نهاية 2004 قرر تصفيتنا هنا في بورسعيد بعد ما تناولنا في مجلس الشعب ايرادات الكنال والبترول والمنح الاجنبية. كان راس النظام نفسه حسني مبارك نفسه هو اللي بيتحدث للحزب انه هيقطع لساننا هنا ببورسعيد ومش هيسيبنا هنا ببورسعيد. وكانت نتيجة ده المواقف اللي انتوا عشتوها في 2005 و2010 وحالة الحصار الدائم اللي عاشها الحزب. احنا عشنا اسوأ فترات حياتنا، يعني السنوات الاخيرة اللي هو من 6-7 سنوات كانوا اسوأ من 30 سنة السابقين على الحزب، نتيجة ان احنا خبطنا على جيوب النظام، خبطنا على ازاي تحولت مصر الى مزرعة للعمولات، ازاي تحولت مصر الى اسرة بتحكمها مش بالحديد والنار، بالسلب والنهب، من اعز مواردها السيادية في جمالها وبسهولها وكل المنح اللي كانت جايه لها. كل ده تحول للخارج وبس. وانا كنت دائما تكرار في هذه المواضيع رغم التحذيرات اللي كانت بتجيني ورغم التبريرات اللي كانت بتجيني. ولما لقيت هوايه عندي انني مش هقعد اتكلم عن محافظ او مع وزير وانا شايف ان تلال انهار على الشعب المصري رايحه لجيوب عيله باسره بتحكم مصر بالقوه اللي احنا شفناها. الحاجه برضو ان احنا نتنبه اليها ومحدش بيجيب سيرتها ان كل قضايا الفساد اللي اعلنت بعد الثوره، هذه القضايا اعلنت اصلا من سنوات في المكان اللي انتوا قاعدين فيه ده، من اول ابراهيم سليمان، من اول يوسف والي، من اول بطرس غالي، كل الاشخاص اللي موجودين في مجمع الطرق الان احنا اعلنا القضايا بتاعتهم وقلناها بنفس الاتهام اللي موجود دلوقتي احنا قايلينه من قبل 2005 لغايه 1970. كل الاستجوابات اللي اتقدمت هي كانت اتهامات صريحه للنظام وللعصابه اللي موجوده في مزرعه الطرق. يعني احنا اتشنت علينا حرب وحاولوا يلوثونا بكل الطرق، لكن الحرب كانت غير متكافئه. النظام في بورسعيد كان قائم على جهاز امن قوي جدا ومعاه امن مركزي ومعاه جموع غفيرة من المخبرين والضباط وقوات الامن ومدير الامن، كل السلطات والمخابرات العامة والامن القومي، كل الاجهزة دي كانت حاطة عينها على هذا المبنى، لان هو ده المبنى اللي قام بدور كبير جدا. ويا ريت حد يتكلم عن التحضير للثورة. الثورة القيام بها سهل، لكن التحضير بتاعها هو الصعب. ان الشعب المصري حضر للثوره دي من سنين طويله. وتلاحظوا ان كنا في المقاهي والكافتريات كان شعب اخر موجود، لكن النظام كان بيرى ان هو ده الشعب بتاعه وما كانش ده الشعب بتاعه. مبارك عدى في شارع محمد علي في ربع ساعه تتكلف 60 مليون جنيه من ميزانيه المحافظه. قد ايه كان النظام بشع وقد ايه كان النظام، يعني لما تقولوا لي اقول لك ده ما كانش رئيس ولا كان ملك ولا كان امبراطور ولا كان قيصر ولا حتى كان دكتاتور، ده كان طاغية، ده كان بيكره اي نجوم، حتى بتوع الكوره كان بيكرهه. ده حتى الفريق القومي لما غلب وراجع هو اللي جابه من المطار وهو اعتبر ان هو الفريق القومي. كان يكره كل علماء مصر، حتى الطيور المهاجرة اللي كانت تيجي من الخارج وعلماء مرضيين جدا في العالم كان يطلب منهم بره. لا يتحمل كلمة واحد ان هذا النجم أصيب بالفول وأصبح الآن في سجون. النظام نفسه اللي هو عمله قاعد في السجن دلوقتي بعد ما سجن شعب 30 سنة، بقى الشعب هو الحر وهو اللي أصبح مسجون. يعني ما فيش حد يسجن شعب.
لكن الشعب هو اللي بيسجن اي حد. وده اللي حصل من الشعب المصري اللي افتروا عليه واللي نهبوه واللي سرقوه. وعلى فكرة لو انتوا حضراتكم تعرفوا ان لغاية سنة 80 ما كانش في واحد معاه حاجة. لغاية سنة 80 كانت اغلب الناس معاه يا بطاقة خضراء بتهرب من الشؤون، يا بطاقة بيضاء بتهرب من الشركات والمصالح الحكومية. يعني ما كانش حصل التطور ده. التطور ده النهب المنظم في ظل هذا النظام. وخلي بالكم من امتى كان حزب التجمع مش متحاصر؟ لو كان 5% من اللي قاعدين بس الان قاعدين كان لهم 10 عربيات امن مركزي. انا افتكر كنا بنحتفل بوفاة جمال عبد الناصر وكان في هذا الحزب 4 اشخاص فقط قاعدين، وكان الراديو رافعين سنة كده يعني راديو عشان يسمعوا. اجى رئيس مباحث الشرق وطلب ان احنا نوطي الراديو لان العمارة بتشتكي من الازعاج. العمارة اللي هناك قد ايه كان التدخل جوه الحزب، وقد ايه حاولوا يخترقوه، وقد ايه حاولوا يهدوه. وكان كل ده بسبب ان احنا خبطنا على جيوب الباب العالي. برضو كلمة عايز اقولها، انا حاولت اقدم نموذج لنائب في البرلمان. انا كنت اغلى نائب في البرلمان. اللي انا عاوزه اراضي، اموال، اصول، اللي انا عايزه. انا حبيت اضرب نموذج العامل اللي خرجته بورسعيد تحت قبة البرلمان. حتى الان لا يستطيع احد ان هو يقول انني خدت ايواء، انني معايا ايواء زيادة عن البيت اللي انا ساكنه، انني معايا فلوس غير المعاش اللي انا بقبضه. حاولت بذلت كل جهد ان انا اقدم نموذج عمالي لبورسعيد. وارجو ان انتم تاخدوا بالكم، وانتم الاغلبيه منكم هي عمال. لا يوجد حزب في مصر يتكلم عن العمال حتى بعد الثوره. لا يوجد حزب في مصر برنامجه بيتكلم عن الطبقه الوسطى ولا صغار الموظفين ولا الفلاحين ولا العمال اللي احنا بس. زي ما يكون الشرايح الاجتماعيه اللي انتم ممثلين هي عبء على الاحزاب. حتى الاحزاب اللي ابتدعت ثوريه احنا بقينا عبء. هم بينهشوا ورا رجال الاعمال، ورجال الاعمال كل اللي هيمدحوه ليكم حتى بطلوه بدهونكم هي موائد الرحمن والزكاه والحسنات والصدقات. لكن احنا بنطالب بالحقوق، بنطالب بالانسان يكون انسان ليه عمل وليه اجر وليه سكن. هو ده. ولا احنا دفعنا ثمن كبير. اتضح ان كل من انحازوا للفقراء كان الحسين استشهد بالحياز للحقيقه. حتى جبارة استشهد بايدين الفلاحين وهو رايح يعطيهم الارض ويحرر الفلاحين. كل من حتى جمال عبد الناصر مات وهو بياكل عيش وجبنه بيضه. وبعد 40 سنه المخابرات الامريكيه ما لقيتش ربع جنيه مع جمال عبد الناصر، لكن اتلقت المليارات مع اللي لسه ما بقاش جمال عبد الناصر، مع الجثه اللي موجوده في المنطقه ومع المستشفيات والكلام ده كله.